يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفروض دي تبقى سلسلة، بس عادي ممكن أوقفها عادي وأموت نفسي. المهم السلسلة دي هنتكلم عن روايات خرا عادي. يعني هتقولي أنت الفاجر، هقولك بالظبط أنا المطرشمال. المهم، عارف الرواية المشهورة بغباء اللي هو كله قراها وكله بيشكر فيها وتيجي تقراها تقول يا ايه الخرا ده؟ فاكيد حصلت لك، فانزل قول لي حالا فحصلت لك في روايتي. المهم برضو ها خربوش، ايه الرواية اللي خرا اللي انت عايز تتكلم عليها؟ اقولك بس استنى اخد نفسي عشان ايه اتكلم عن رائعة من روائع الفن الحديث. الرواية هي ما لا نبوح به للكاتبة ساندرا سراج، وانا بقول الاسم بضحك حتى. رواية ما لا نبوح بيها يا جدعان، انا مش عارف ابدا اقول ايه عنها من كتر جمالها يا جدع. بجد انا فاكر اول لما خلصتها قلت ايه. مش هينفع اقول، بس المهم بجد استاذه ساندرا سراج ايه، عايز اقعد معاها والله اقول لها عارفه انا تعبان قوي. عايز اعيط من جمال الروايه. نقول ملخص الروايه ولا لا؟ نقول ملخص الروايه ولا لا؟ نقول ملخص الروايه ولا لا؟ والله ما مستاهله. المهم ملخص الروايه، واحده بتسافر عشان تبحث عن نفسها والشغل ده، فتقابل واحد تحبه، يتجوزوا، يتطلقوا، ترجع لحبها القديم، وبوم طخ هق محدش واخد باله. فبينا على الفضايح اللي في الروايه. اول حاجه لغه الحوار. على لغه الحوار يا صديقي، عارف كنزي مدبولو هي كاتبه بقى احبك؟ اقسم بالله شبهها فشخ، مفيش حاجه اعلى منها يعني. ففي لغه الحوار بالعاميه، روايتها عاميه حلوه. الروايه دي فيها ريحه روايات الواد باد، عارفها ريحه البنات الكيوت دي، فاهمه اللي هي بتحب الانمي والشغل ده. عارف انت مثلا البنت بتحب واد في الروايه فيقول لها انت حلاوتي قوي، انت حاطه كريم كراميل ولا ايه؟ اوه نو، القرينج. انا عايز اقطع لساني وانا بقول الكلام ده. فهي نفس الرقاقه في الاسلوب كده، روائع الادب العربي والله. ففي رأي قريته حلو قوي والله، ما فاكر انهي كتاب، بس المهم الرأي ده بيقول ان لما تخلي الرواية سرد فصحى والحوار عامي ده بيعمل عدم اتساق. على خربوش على الكلام الكبير. المهم، فانا ما حسيتش الموضوع ده ولا فهمته الا لما قريت الرواية دي. لغة الحوار تانية ابتدائي وابقى كارمها، انت فاهم؟ أنا مش عايز ابقى انحاز للرجاله عشان كاتبه بنت، بس يعني انا بحب البنات، يعني دي بحب معلومه اضيفها. المهم مش عايز شخصنه، بس لغه كتابه الحوار بتاعت ساندرا يعني تعبان. تاني حاجة، ايه الحكاية؟ السلام على الحكاية وجمال الحكاية. عايز اقول الحكاية انت ايه مش كفاية عليك جرحي؟ انت ايه؟ مش قصدي هجوم على ساندرا سراج، وبعدين انا عندي 70 سبسكرايبر فمحدش مهتم برأيي يعني. فالمهم انا عايز اقعد معاها واقول لها جات لك الفكرة دي ازاي، واقعد اتعلم منها كده. والله الله عليك يا ملك. وحاجة تانية جت قدامي كده ولازم احطها في الحلقة دي. انا عادي بني ادم خربوش داخل اشوف رأي الناس على جود ريدز، يمكن انا المتخلف الوحيد يعني وشايف ان الرواية دي وحشة. الحمد لله معظم الرأي كان زيي ما عدا واحدة رأيها خلاني ادمع، فاحط رأيها اه فالرأي ده يا اسطى اول الآية كفر بتقول لها ابدعتي يعني، والأنقح بتقول لها خليتيني اعيط، انت فاهم؟ لا وبعدها بشوية واخد بالك انت ازاي بدأت تحلل عبقرية الكاتبة، وتقول لها كل شخصية بنفسيتها كده، وعرفت توصلي احساس كل شخصية. لا اله الا الله. مش مكمل. تالت حاجة، رواية مراهقة بمعنى الكلمة. يعني ايه الكلمة دي بقى؟ اقول لك، عارف المراهقين اللي انا منهم عادي، مش دي الفكرة، بس عارف ال والله ما عارف اقول حاجة من جمال الرواية. بص استنى هيجي اللفظ. عارف الحب المراهق ولا مش مراهق؟ لا ده مراهق قوي يعني، مراهق فشخ، ده مراهق جدا. بص والنبي الحتة دي، امسك يدي وقبل كفي. بص هو مفيش حاجة اسمها كده يعني، دي فيزيائية ما ينفعش ان هو يقبل الكف، يعني الكف ما ينفعش يبقى كناية عن يا عم انت بتتكلم على ايه صباح الفل؟ يعني الرواية وقفت على الكلمة دي، حقك عليا والله اللي بتسمع. المهم الجملة الأجمل بقى، أحببته كثيرا، أحببت حتى رائحة دخانه لمجرد إنه مرة منها وكأني يتنفس نفس هوائه. يعني فساك مسك. يا الله ده اللي خلاني أعمل الحلقة دي. المهم يا اسطى لو تعرف روايات حلوة زي دي انزل قولي في الكومنتات ونعمل عليها بيبي سوا. مش هعمل النوع التاني ده من الحلقات، عايز أخلف. ففهمت يا صديقي معنى رواية مراهقة. يعني أنا مش قادر أكمل الحلقة والله، أنا نفسي أكمل سف بس والله ما مستاهلة، ولا كتابة ولا مونتاج. فأنا قررت أنقذ نفسي وأنقذكوا وأنهي الحلقة لحد هنا وبس كده. الرواية دي وحشة ما تقراهاش. اعمل لي لايك وسبسكرايب يا أخويا لو الحلقة عجبتك، لو ما عجبتكش انزل قول لي ليه في الكومنتات وحسنها بإذن الله. بس كده، كان معاك الخربوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.